ادي مصروف كام؟ ازاي اعلم ابني المسؤوليه؟ وصلنا كمان لاسئله بتوجع. ابني بدا يمد ايده على فلوسي ويسرقني. لو بتفكري في الاسئله دي يبقى انت محتاجه الفيديو ده عشان يكون دليل عشان نلم الموضوع ده كله ونطلع منه كده بروشته نمشي عليها. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، المصروف ده مش مجرد شويه قروش. المصروف ده اول درس في مدرسه الحياه. الذهبيه بتقول ان المصروف مش رقم ثابت. يعني ايه مش رقم ثابت في كل بيت؟ دي معادلة على حسب عمر الطفل، احتياجاته اللي هو عايزها، قدرة الأسرة المادية، الأسرة قادرة تدي إيه؟ قادرة تدي كام؟ ليه بنقارن؟ أكبر غلطة بنقع فيها بنقارن عيالنا وولادنا بأصحابهم. يا ست الكل، أنا ماليش دعوة بجارتي بتدي كام وأختي بتدي كام. أنا ليا دعوة ابني محتاج إيه؟ اديه المصروف اللي يكفيه، ولو خلصه قبل الميعاد سيبيه. خليه يحس بقيمة الانتظار، يقرر يصرف في إيه، يوفر إيه. ده أحلى تدريب لولادك. أحلى تعليق جالي من أم بتقول إنها بتدخل المصروف وتعمله كأسلوب حياة عشان تعلم ولادها المسؤولية. المسؤولية مش بس فلوس، المسؤولية يعني ابنك يعرف إن الفلوس دي جاية نتيجة تعب، جاية نتيجة شقة، مش شجرة عمالة تطرح في البيت. خدي رأي ولادك، خليهم يشاركوا في ميزانية البيت البسيطة. قول لهم إحنا معانا مبلغ كذا، إيه رأيكم نجيب فاكهة إيه؟ لما بيشارك هو بيحس بتقدير كبير للنعمة اللي هو فيها. نيجي بقى للنقطة اللي بتخلي الأم تعيط. لو ابني مد إيده وسرقني هعمل إيه؟ أول خطوة الهدوء. الزعيق والضرب بيحولوا الطفل المحترف كذب عشان ما يتكشفش تاني. ليه بيسرق؟ هو الطفل بيسرق غالبا مش عشان هو حرامي، هو بيسرق عشان عايز يثبت إنه راجل، إنه كبير في نظر أصحابه، إنه معاه فلوس. حاسس بحرمان عاطفي يا إما مادي. طب الحل إيه؟ نواجه، بس نواجه بهدوء. أنا لاحظت إن في فلوس ناقصة. هو أنت كان ناقصك إيه؟ كنت عايز إيه؟ كنت محتاج إيه؟ خليه يرجع الفلوس، ممكن نخصمها من مصروفه اللي جاي كنوع من تحمل نتيجة الخطأ اللي عمله، بس بدون إهانة. عايز أقول لكم في النهاية كل مشكلة بتقابلنا مع ولادنا هي فرصة عشان نبني شخصيتهم بطريقة صح. بلاش نقسى عليهم، بلاش نسيب الأمور للظروف. طبقي الخطوات دي وادعيلي. ما تنسوش تشيروا الفيديو ده لكل أم محتاجة تسمع الكلمتين دول، واكتبوا لي تحت في التعليقات إيه أكتر موقف صعب عدى عليكم في مصروف ولادكم. ما تنسوش أنا بقرأ كل تعليقاتكم.